اليوم غادي نديرو بكم جولة داخل متحف كرة القدم المغربية. هذا المتحف اللي كاين في مدينة سلا وبالقرب من مقر الجامعة الملكية لكرة القدم، أكاديمية محمد السادس ومكتب الفيفا الجديد. في هذا المتحف غادي تلقاو كل حاجة عندها علاقة بتاريخ وحاضر ومستقبل الكرة المغربية للرجال وكرة القدم النسوية بطبيعة الحال. أروقة هذا المتحف غادي تاخذكم في رحلة عبر الزمن، تكتشفوا تاريخ الكرة في المغرب والمشاركات القارية والدولية، واللي تذكرنا بأن المغرب هو أول بلد عربي أمازيغي إفريقي كيتأهل الدور الثاني على رأس المجموعة اللي فيها بريطانيا، بولونيا والبرتغال، وصولا للجيل الذهبي والتأهل التاريخي للنصف نهاية كأس العالم 2022. كاينة رؤية ملكية وراء هذا النجاح الكبير، هذا التتبع الملكي لكرة القدم في المغرب، واللي بدا مع المغفور له جلالة الملك محمد الخامس مرورا بجلالة الملك الحسن الثاني. ويمكن نقولوا أن الكرة المغربية عرفت حقبة ذهبية في عهد ملكنا محمد السادس الله ينصره. وأكيد غادي تشوفوا الكأس الإفريقية اللي فاز بها المنتخب المغربي سنة 1976 في إثيوبيا، ويستمر الحلم ويستمر الشغف باش نفوزوا بالكأس الإفريقية الثانية إن شاء الله، واللي غادي تكون منظمة في بلادنا. إلى اللقاء.